السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا احنا بنمسي عليكم أو بنصبح عليكم حسب الفيديو ما يوصلك من قلب الصعيد، من قلب محافظة قنا، مركز دشنا، قرية فوقبلي. طبعا لو حد يعرف الكلام ده أو يعرف القرية، أكيد مركز دشنا مشهور طبعا، وقنا معروفة طبعا، وفوقبلي برضو قرية معروفة إنها قرية كبيرة. طبعا احنا بنصور لكم من قلب الزراعة، من قلب الزراعة دائما. طبعا الجمال بتاع الزراعة والخضرة شيء تاني يعني. طبعا الناس اللي ممكن ما تقول لك ايه ده بامي، يعني ويكا بالعربي. تمام. اللي قدامكم ده ذرة شامي، ذرة شامي طبعا لسه طالع. الناحية التانية الذرة الشامي بتاع الراجل اللي جنبين ده خلاص يعتبر، يعني طلع جناديل يعني قدامه، ممكن هيسقيه مرة تانية وخلاص على كده. طبعا زي ما انتم شايفين الجمال، الجمال الزراعة. طبعا مش عايزين نقول لكم ان ده يعني جمال الصعيد هو بس بقت الحاجة الحلوة بس، والله ان انت تروح الزرع بس وتشم شوية هوا حلوين. لكن كل حاجة ما بقيش فيها لها طعم نهائيا. طبعا مع الغلو والغلا بتاع الاسعار والناس، ما بحدش بيجي في صف حد، كل واحد دلوقتي بيقول الله نفسي. يعني الحمد لله، نحمد الله على كل حال. طبعا زي ما انتم شايفين، ده هي القرية اهي. بنوريكم القرية، البيوت بتاعتي، ده البداية بتاعتها. طبعا البداية بتاعتها أو لا النهاية أقصد، يعني النهاية من ناحية الزراعة، لكن من الخلف البيوت دي هي الطريق مصر أسوان، وطريق يعني والطريق اللي الناس أي مكان بتروح، طريق القاهرة، طريق سوهاج، قنا كده. طبعا احنا حبينا بس نعمل لكم فيديو، يعني في ناس كتير من برا الصعيد مش بتحب الفيديوهات اللي يكون فيها زراعة، وفي يكون فيها منظر جذاب، يعني يجذب الواحد انه يشوفه. طبعا احنا المية جاية، احنا بنسقي في الارض اللي قدامكم دي، المية جاية فيها. نتمنى منكم دعمكم واشتراككم في القناة. يا ريت لو اي حد مش مشترك عندنا اي شيء يشاهد الفيديو يشترك في القناة، مش هتخسر اي حاجة والله، ولا هتزعلك في حاجة. لو هتخسر جنيه بلاش مني، يعني عشان هي مش محتاجة خسارة، يعني كفاية الخسارة اللي احنا فيها. تمام. ده طبعا الواجهة الناحية التانية قبلية، طبعا الواجهة دي فيها الشمس طالعة، طبعا الكاميرا أكيد مش حلوة زي ما انتم شايفين. احنا بنصور لكم كروح من روح الأرض، يعني مش إن احنا بنصور كحاجة معينة أو بنوريكم حاجة معينة، لا لا. ده يعني الحمد لله اليوم الجو هاوي، يعني في نسبة هواء. لو انتوا شايفين ان الشام بيتحرك، يعني في نسبة هواء الحمد لله كويس، يعني بيدينا طراوة. ونتمنى منكم ان شاء الله تكونوا في صحة دائما، في احسن الاحوال. مع تحياتي لكم، في امان الله وحفظه.